الحمد لله طبعا يعني، بس الشوط الاولاني مش راضي عنه قوي، لان كان تفكيري وتعليماتي للشوط الاول كان مختلف على الاداء اللي حصل في الملعب. وكان يمكن تعليمات بشكل مختلف على اساس ان كان لابد يبقى في ضغط عن طريق الاجناب، نستغلها بشكل كويس عن طريق شكري وعن طريق احمد فتحي، مع وجود طبعا احمد علي وسيد معوض. ما تمش الكلام ده في الشوط الاولاني بالشكل اللي كنا يعني مخططينه. في الشوط الثاني واثناء الشوط الاولاني عملت تغييرات على اساس اعمل ضغط هجومي شويه، وبالفعل شفنا كان في ابتدى يبقى في نشاط هجومي افضل، والشوط الثاني افضل بكثير. لكن ما قدرناش برضه نتيجه يعني تسرع ونتيجه بطء في القرارات والفرص اللي سنحت لنا، ما قدرناش نترجم الضغط الهجومي بتاع الشوط الثاني لاهداف يعني. هل احمد علي ما نفذش الواجبات عشان كده كان قرارك بتغييره يا كابتن حسام في الشوط الاول؟ مش سامع يا كابتن شوبير. احمد علي ايه؟ احمد علي ما نفذش اللي كان مطلوب منه عشان كده غيرته في الشوط الاول؟ لا، احمد علي اولا كان في تركيز على حته احمد علي، وفي نفس الوقت عنده انذار. كان خوفي طبعا ان هو يطرد فيضطرني طبعا نلعب ناقص، كان هتختلف الحسابات خالص. في نفس الوقت كنت عاوز بقول ازود الفعاليه الهجوميه شويه، ان انا العب براس حربه ثاني. فالتغييرات اللي عملتها رجعت عبد الله وحطيت احمد فتحي ونزلت راس حربه ثاني على اساس اعمل ضغط هجومي افضل. لان انا كنت بادي الشوط الاولاني براسين حربه اللي هم احمد حسن وفاضل، لكن ما كانش فيه الفعاليه زي ما بقولوا السرعات اللي انا عاوزها بالشكل ممكن استغل بيها الثغرات الموجوده في دفاع نادي الزمالك. وعشان كده كان فكره التغيير اللي حصل عن طريق احمد علي ان يبقى في زياده هجوميه يعني. كابتن حسام الحقيقه النهارده يعني فاجئتنا باشراك عبد الله فاروق في التشكيل الاساسي، وكان اكتر من رائع بالاضافه لاحمد شكري. يعني كان عندك ثقه في الاولاد الى هذه الدرجه يا كابتن حسام؟ مش سامع يا كابتن شوبير والله. فاجئتنا باشراك عبد الله فاروق في التشكيل الاساسي ومع احمد شكري، والاثنين ادوا بشكل جيد يا كابتن. هل انت كان عندك ثقه لدرجه كبيره في الاولاد دي يا كابتن حسام؟ انا برضه مش سامع السؤال قوي، لكن انا سامع بتقول عبد الله فاروق واحمد شكري. اكيد من مكاسبي النهارده برضه زي ما بقول، يعني كل مباراه بيقدروا يثبتوا خطواتهم وبكسب عناصر جديده، وجود فاروق وجود شكري، لكن لسه المنافسه قدامهم طويله والمشوار قدامهم صعب جدا. لكن اكيد وجودهم النهارده مكسب لينا يعني. هل التاثر بغياب ابو تريكه بركات عماد متعب كان واضح في الشوط الثاني النهارده يا كابتن حسام؟ وفي فرانسيس وفي اينو. نعم. في طبعا بالتاكيد طبعا يعني اكيد غيابات مؤثره، لكن في ظل هذه الغيابات اعتقد ان في اداء وفي فعاليه، وده اللي انا بشكر عليه لعيبتي يعني. خساره 4 نقاط في مباراتين متتاليتين ممكن تقلقك شويه يا كابتن حسام على المنافسه على اللقب؟ لا، هو لسه المشوار طويل يعني، ما يجبش ان يبقى فيه قلق، لكن خسرنا طبعا 4 نقاط، لابد نبقى حذرين، وهي دي كره القدم، لكن هنبتدي الموسم اللي جاي ان شاء الله. هل في اصابات ولا اللعيبه كلها طالعه الحمد لله سليمه النهارده يا كابتن حسام؟ كابتن حسام هل في اصابات ولا اللعيبه كلها شكرا جزيلا كابتن حسام البدري الحقيقه مشكورا، يعني اعتقد ده صوت زميلنا